عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. رجعنا بقى لفيديوهاتنا ورجعنا لقناتنا ان شاء الله كده يكون عودا حميدا. وادعوا لي ان شاء الله على خير نكمل بقى مع بعض. تعالوا بقى نشوف بينا الجمال ده عملناه ازاي. وطبعا ما ننساش نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللايك والشير فضلا وليس امرا. هنا هنعمل ايه؟ هنعمل ستيك بصوص الديمي جلاس، وهنعمل معاه مكرونه، ممكن نعمل معاه رز، اي حاجه جانبيه زي ما بتحبوا. هنا عندي ودي المكرونه اللي هي الفوتوتشيني او اللينجويني على حسب ما مكتوب على اسمها يعني. اوكي. هنا بقى عندي ايه؟ اول حاجه هجيب الطاسه اسخنها كويس قوي، احط فيها شويه زيت زيتون ومعلقه سمنه كبيره زي ما احنا شايفين كده، واستنى لما الطاسه تسخن قوي عشان انزل بيها بقطع الستيك، ما تنزلش ميه زي ما انتوا شايفين كده. هي طرطشت في وشي اصلا وانا بهدلت الدنيا، بس الحمد لله جت سليمه. وانتوا كمان معاهم كده بفصين توم، ولو في عندك روزماري حطي اي حاجه بتطعم اللحمه حطيها في قلب المرحله دي. هنا طبعا هحمرها على الناحيتين، وهنزل بس بملح وفلفل اسود مش اكتر. ما بكترش الملح عشان خاطر صوص الديمي جلاس بيبقى فيه هو مملح يعني، فعشان خاطر اللحمه متبقاش عندي ملح. نوصل للمرحله دي ونشيل بقى كده اللحمه من الطاسه، وفي نفس الطاسه عندي مش هنغيرها. طبعا دي من الاكلات السريعه اللي بيبقوا مستعجلين عايزين يخلصوا، والناس اللي بتبقى مغتربه زي حالاتي كده يعني بيبقوا ما عندهمش امكانيات كتيره، فبيحاولوا انهم يسعدوا نفسهم باقل التكاليف. هنا هشيل كل اللي كان في الطاسه ده، وهخلي بقى السمنه هي وهنزل بقى مكانها ببصل مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده. يا دوب البصل بس مش هنحمره، هنلفه بس لفه كده في قلب الطاسه زي ما انتوا شايفين. طبعا اللون غمق كده من مكان اللحمه، مكان ما كانت متحمره. بعد كده ممكن نحط في المرحله دي، ممكن نحط مشروم، فلفل الوان اللي متاح عندك يعني. انا ما كانش عندي مشروم بس عندي فلفل رومي اخضر فحطيته. يعني اي حاجه بتدي بالطعم بتزود الطعم يعني، مش شرط حتى لو ما فيش مشروم، هي كانت برضو طعمها حلو. بس البصلايه كده هتغمق عندي، هنزل بيها عليها بالفلفل. ممكن لو عايزين نزود سن التوم نزود، بس انا حطيت فصين التوم اللي كنت حطاهم في الاول، ما كترتش توم يعني. هنا بقى صوص الديمجلاس ده انا قعدت الف عليه هنا كتير قوي لغايه ما الحمد لله ربنا وفقني ولقيته. هاخد منه معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده على كوبايه ميه، حسب برضو ما انت عايزه الصوص، عايزاه اتقل اكتر فممكن نحط معلقه كمان ويبقى الصوص عندنا يبقى تقيل شويه. هدوبه بقى خالص لغايه ما يدوب معانا كده. هو ما بياخدش وقت، هو بيدوب بسرعه يعني، هي اسرع بيضه ممكن تدوب. وهنزل بيهم بقى على البصل اللي انا اديته تشويحه كده مع الفلفل. طبعا قلنا لو في مشروم برضو كان في نفس المرحله دي، وهنزل عليهم كده كلهم، وهلم بقى عندي كده الدنيا، وهسيبه يا دوب هو بس يغلي غلوه. وبعد كده هنزل فيه بقطع اللحم اللي انا عملتها. ممكن نزود هنا برضو نحط كريمه، انا ما كانش عندي كريمه حطيت شويه لبن. طبعا بيدي برضو ايه طعامه كده، بس طبعا لو الكريمه هيكون افضل، ولو من غير اي حاجه برضو كان الطعم حلو. مفيش مشكله عندنا خالص، ما نوقفش حياتنا عشان حاجه يعني. هفضل بقى اقلب فيه شويه كده لغايه ما يبتدي يغلي، عذرا على الضوء يعني عشان كان الاضاءه مش سامحه يعني تبقى كويسه. حطيت كده شويه اللبن، حتى حسيت انه عامل زي شاي بلبن كده، بس يعني اهو ماشي حلو يعني. لو في كريمه برضه هتكون افضل، هتعمل صلصه اغنى من كده كتير. وزي ما قلت لكم لو مفيش مشكله نقضي باللي موجود. هسيبه بقى ياخد غلوه كده، وبعد كده هننزل بقى اللحمه تاني فيه تكمل سواها. اني اصلا في الاول اللحمه ما استوتش، احنا بس اديناها تشويحه على الجنبين عشان خاطر تاخد صدمه وتاخد لون حلو برضه. هنا بدوقه عشان لو محتاجه احط مثلا هظبط الملح والفلفل هنحط. بس طبعا ما نحطش ملح كتير لان لسه الكميه دي هتقل معانا وهتتقل عن كده. فافضل نحط الملح في الاخر خالص عشان خاطر ما تبقاش يعني الملح ما يجيش زياده. بس ممكن نحط فلفل اسود والتوابل بتاعتنا دي. هنزل بقى تاني كده باللحمه بتاعتي في قلب الصوص، واسيبها لغايه ما تستوي، واتابعها طبعا كل شويه لو الصوص تقل
واللحمه لسه ما استوتش ومحتاجه ميه تاني، بنزل بشقشاق ميه كده لغايه ما اللحمه تستوي معايا. بس كده بقى عندي هقدم معاه مكرونه اللي هي اللي احنا بنقول عليها مكرونه الشرايط دي. والنتيجه بتاعتي حطيت المكرونه، وهناخد بقى من الصوص ده اللي هو بتاع اللحمه، وهنزل كده على المكرونه. مش قادره اقول لكم الطعم كان روعه، الصوص ده روعه الروعه. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. وده كان الشكل النهائي بتاع الاطباق بتاعتنا. طبعا ما نعديش اليوم ده كده، لازم نجيب حاجه نحل بيها عشان خاطر ايه يعني ايه ترطب علينا. هعمل ايه؟ وبعدين كان في ست كده مجاملاني جارتي، مدياني اكل بصراحه، ست باكستانيه فمدياني اكل، فقلت لا لازم ارده لها. انت عارفين كرم المصريين هم مش احسن مننا. فقلت لها انا هعمل لك رز بلبن بقى. عملت الرز بلبن، كانت الرز طبعا سلقاه من الاول اهو، وحطيت اللبن على البوتاجاز يغلي، رحت نازله بيه على الرز المسلوق. ونكمل بقى الرز بلبن بتاعنا. طبعا هم هنا يعني في شويه شعوب يعني بيتعرفوا على بعض كده. اتخبطت عليا عامله ايه انت لسه جديده، وراحت بصراحه كانت جايبه لي اكل، بس انا طبعا ايه ما كنتش فاهمه هو ايه. بس هم طبعا الحمد لله رب العالمين مسلمين زينا يعني، بس كده فلازم نرد لها الواجب. هنا حطيت اللبن والرز وحطيت السكر، وهقلبهم كده شويه على بال ما ياخدوا غلوه مع بعض. وطبعا الرز يتشرب من اللبن كويس. في الوقت ده كنت بحضر عندي النشا، حطيت شويه ميه صغيرين عليهم معلقتين نشا. اللبن ده اللي هو اللبن اللي هو العلب اللي زي جهينة عندنا، بصراحة انا ما كنتش متوقعاه هيبقى حلو، بس بصراحة ما شاء الله طلع اللبن حلو وفعلا كامل الدسم يعني. طلع لي الرز حلو ومظبوط. هقلب كده شوية فيه لغاية ما اللبن يغلي مع الرز مع السكر وكله كده يتشرب من بعضه. عذرا للامكانيات يا جماعه، انا كل مره اقول لكم على كده يعني ادعوا لي ان شاء الله ربنا يكرم كده ونظبط البيت واحده واحده يعني. هنا خلاص اهو كان اللبن كده غليوا مع بعض، وهنزل بقى ايه بالفانيلا ايه بالنشا. مكانش عندي فانيليا بس قلت برضه اتصرف، مش هنقف على الفانيليا. وطبعا الحمد لله كان طعمه حلو يعني، ما كانش محتاج فانيليا او حاجه يعني. قلبت كتير طبعا. لو وصلت معايا لغايه الحته اللي احنا فيها دي يا ريت ما تنسيش اللايك، الله يبارك لك. ارفعوا لنا الفيديو شويه يا جماعه، الله يبارك لكم. نصلي ونسلم على سيدنا محمد كده صلى الله عليه وسلم. بس كده هنزل بقى بالايه بالنشا، انا محضراها جنبي. البوتاجاز ده فيه بس مشكله، لما بحط اللبن في حله التيفال كده، ده يعني عشان ده اللي خلاني ان انا اغلي اللبن في الالمونيا. التيفال معرفش بيلسع اللبن ليه. لو حد عنده نفس المشكله دي يقول لي التيفال بيلسع اللبن ليه يا جماعه، اتعامل معاها ازاي؟ طبعا هنا حطيت النشا واسيبه بقى شويه كده لغايه ما يتقل كده على النار، ياخد برضو غلوه كده على النار لغايه ما يتقل. طبعا حسيت ان هو محتاج شويه نشا تاني، رحت عامله له شويه معلقه تاني وحطيتها كده، بقى القوام ايه عالي العين اهو كده اهو. هشيله بقى من على النار ونبتدي نغرف. طبعا ايه الاطباق ايه كل نوع طبق حكايه يعني، بس دول الطبقين دول بتوع جارتي كانت جايبه لي فيهم الاكل، فانا قلت احط لها فيهم برضه عشان ما ارجعش الاطباق فاضيه يعني. بس والطبقين التانيين دول بتوعي. وادي الرز بلبن بتاعنا النهارده، وادي كان الروتين بتاعنا النهارده. متنسونيش بقى يا حبايبي لايك وشير واشتراك في القناه.